ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا اليوم الاقتصادي الجميل، طريقة عمل الشكشوكة المصرية بتاعت ام عمرو بتكات جميلة. يلا نخش نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أشهد الله إن أحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة عمل الشكشوكة المصري الجميلة. إن شاء الله بإذن الله أطعم وأحلى شكشوكة هتاكلوها مع أم عمرو إن شاء الله. هنا شوحنا بصلتين ونزلنا عليهم بثلاث قرون فلفل رومي وقرن فلفل أحمر حراق. هنشوح كل الكلام ده كله مع بعضه لحد ما شاء الله كل ده ما يتشوح مع بعضه. نزلنا عليهم بقى بست قطيات مقطعين لخرز صغننه خالص. هنشوح برضو كل الكلام ده كله مع بعضه. ما تنسوش بقى تحط اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك الحلو الجميل وتعليقاتكم في الكومنتات ان شاء الله باذن الله. معانا هنا بابريكا، ملح، فلفل اسمر، برضو هنشوح كل الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم. هنكمل بقى الكمية ونرجع لكم تاني. دي يا جماعة البطاطس ديت انا سلقتها بقشرها وقطعتها، وان شاء الله بإذن الله كده بنعملها مع بعض. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. كده يا جماعة معانا ست بيضات حطينا عليهم ربع معلقة خل ورشة فلفل أسمر عشان الزفارة. هنخلط الخليط ده كله مع بعضه لحد ما يتجانس كله مع بعضه، والخل والفلفل الأسمر اللي احنا حطيناه برضه يتجانس مع البيض. وما تنسوش بقى يا جماعة اللايك الجميل الحلو بتاعكم والاشتراكات ومتعلقاتكم الجميلة عشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم ومعاكم. وسمعوني الصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المختار في تعليقاتكم الجميلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله نشرب من يدي شربة هنيئة إن شاء الله يوم الموقف العظيم. إن شاء الله بإذن الله كده هنحط كده الخليط البيض اللي عملناه، هنحطه في الصلصة كده، القوطة والفلفل والبصل اللي احنا عملناهم كله تجانسوا مع بعض وتسبكوا كده. هننزل عليهم بالبيض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البنات الحلوة الجميلة اللي في سنة أولى مطبخ إن شاء الله مفيش حاجة هتصعب عليهم. كده احنا حطينا كمون. هتخشي تعملي الأكل في دقايق إن شاء الله بإذن الله ومفيش حاجة صعبة عليكي. إن شاء الله بإذن الله الريحة اللهم بارك يا رب طالعة جميلة. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي إن شاء الله. ادي الشكل النهائي للشكشوكة الجميلة المصري بتاعت ام عمرو. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم بامر الله. ما تنسوش بقى اللايك الحلو الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الجميلة. مش عايزة اي تعليق غير ان انتوا تصلوا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.